السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا لكم من قناتي على اليوتيوب يوميات عمت مصريين في بتايا. تحياتي لكم وكل عام وأنتم بخير. تحياتي للخليج وتحياتي لكل الدول العربية وتحياتي لوطني العزيز على قلبي مصر، وكل واحد بيحب وطنه. تحياتي للسفارة المصرية في جمهورية في بانكوك. تحياتي لكل الناس المحترمين اللي على قناتي والناس اللي بيخافوا ربنا وبيحاولوا يساعدوا الناس، لانك سبحان الله اللي هتعمله النهارده هو اللي هتلاقيه. وبس مش هتلاقيه انت بس، ده انت هتلاقيه في الدنيا وهتلاقيه في الاخره. هو ده اللي قال عليه رب العزه سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فقالوا له: يا رسول الله وربنا بيسلف؟ قال له: لما تدي السائل فقد احطيت الله سبحانه وتعالى. كانت السيده عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين كانت دايما تمسك الدنانير وتعطرها بالمسك. ما كانش فيه أرفان. فكانوا يسألوها: ليه يا أم المؤمنين بتعطري الدنانير اللي هتديها للمساكين واليتامى والغلابة؟ قالت: لأنها بتوضع في يد الله قبل يد السائل، بتتحط في ايد ربنا قبل ايد الايه؟ السائل. هكذا قال لي رسول الله. قلت لهم: زي ما الرسول قال لي. المهم، تحياتي لكم وربنا يسترها، وافوض امري الى الله، وافوض امري الى الله، وافوض امري الى الله، وربنا اعلم بكم في قلب الواحد. طب افوض امري الى الله دي قضيه ربنا موجود. المهم، النهارده في كذا فيديوهات هتنزل لكم، تمام؟ ببركه يوم الجمعه. طيب، نتكلم على فيزا التقاعد. قلنا احنا اتكلمنا على الفيز، وقلنا عشان تقعد في تايلاند وتقعد قانوني لازم يكون معاك فيزا سنويه. فيزا ايه؟ سنويه. بمعنى، هو مفيش الا فيزا سنويه؟ مفيش الا فيزا سنويه. كل الفيز بتتجدد كل سنه. طيب، في حاجه بقى اسمها اقامه دايمه. دي قصه تانية بقى، لازم يكون عندك ولد، وما الولد يكبر ويبقى عنده 13 سنه. قصه تانية بقى، يعني مش عايزين نتكلم فيها، نبقى نخليها في الاخر، دي ما نتكلم فيها بعدين. اللي هي ان انت اقوى فيزا او الولد او البنت، اولادك دي اقوى، رقم واحد، قويه جدا. تمام؟ فبنصح اي حد متجوز انه ياخد الفيزا دي. طيب، ولكن بتنتك برضو سنه، بتتجدد كل سنه. كل سنه بيجوا يصوروك انت وابنك ومراتك، او انت وابنك. هما بيجوا لك السكن، تمام؟ اول مره يصوروك وكلام. بعد كده ما بيجولكش السكن، انت بتاخد ابنك في ايدك وتطلع على الامجريشن يصوروك هناك ويديك الفيزا. طبعا متطلباتها ايه؟ متطلباتها سهله جدا، اسهل مما يكون يعني. المهم، عشان ما نطولش، قلت فيز عشان تقعد في تايلاند قانوني لازم يكون عندك 6 فيز. انا ليه بعيدهم على طول؟ علشان خاطر نذكر. 6 فيز. الفيزا الاولانيه وهي فيزا سياحه، وهي فيزا ايه؟ فيزا سياحه، وكلمنا عليه. والفيزا الثانيه وهي فيزا نون او، وبتشمل حاجتين: زوجه واولاد، وكلمنا عليه. والفيزا الثالثه وهي النون بي، وبتشمل صاحب بيزنس وعامل شغال عنده. ادي 3. والفيزا الرابعه، اللهم صل على النبي، فيزا التعليم، واتكلمت عليها. الفيزا الخامسه فيزا التقاعد. ايه هي فيزا التقاعد؟ عشان جاي لي من ناس في مصر ومن هنا. فيزا التقاعد طبعا الناس بتتراسل على الواتساب معايا وبيكلموه. في اللي بيتصل، والله في ناس امبارح اتصلت علي الساعه 4:30 الفجر. انا ما بتاخرش عن حد، انا كده كده عامه نحمد الله ونشكر فضله. انا دي عاده فيها من زمان، حتى السهر اكلني يعني، بس الحمد لله انا ما بنامش قبل ما اصلي الفجر. ليه يعني؟ فاي حد اتصل ما تقلقش، انا ما بنامش. تمام؟ انا موجود في خدمه الجميع في اي وقت طول اليوم. انا ما بنامش الا لما اصلي التهجد والفجر، لان صلاه الفجر ديت يعني درجاتها عاليه قوي. فانا سهران معاك لحد الساعه 5 بتوقيت تايلاند. شوف بقى عندك انت ايه الساعه كام دي، ما اعرفهاش. بعد 5 انا غير متاح لحد الساعه 12 الظهر. المهم، ايه فيزا التقاعد اللي الكل بيتكلم عليها وبيسال عليها؟ الفيزا دي يا جماعه رقم 5. ايه هي الفيزا ديت؟ الفيزا دي عشان تقعد في تايلاند قلت لازم 6 فيز. اتكلمت على 4 وانتوا عارفينهم، واتكلم على الخامسه وهي فيزا التقاعد. فيزا التقاعد الفيزا ديت لها شروط. الشروط بتاعتها: اول حاجه لازم تكون انت سن معين. يعني ما يجيش شاب عنده 23 سنه، 33 سنه، 44 سنه يقول ياخد فيزا التقاعد. لا، مش هتاخدها، لان فيزا التقاعد من 50 وانت طالع. من 50 وانت طالع.
ايوه عشان بس يبقى دي اول شرط. طيب ادي اول شرط في التقاعد. طيب وايه تاني؟ عشان تاخد فيزا التقاعد لها شرطين اتنين اساسيين عشان تاخدهم. يعني انت اصلا عديت ال 50 وعايز تاخد فيزا التقاعد وتيجي في تايلاند تاخد سنه ومجددها كل سنه. طيب ايه الشروط بتاعتها؟ اول حاجه لها سن معين. طب متاحه لكل حد في العالم؟ متاحه للعالم كله سواء اوروبي افريقي اسيوي، متاحه في تايلاند. طيب يبقى ده تاني شيء. تالت شيء لها شروط. الشرط رقم ثلاثة، الشرط رقم ثلاثة لازم تكون انت موظف في دولتك. يعني انت كنت موظف وطلعت وبتاخد معاش، اهم حاجه انك ليك ايه؟ معاش بتاخده. تقوم تجيب ورق ما يثبت ان انت بتاخد معاش. يوم المعاش بتاعك بدل ما كان بيروح لك مصر او يروح لك الكويت بيتحول لك على فين؟ على تايلاند. يبقى دي اول شرط. ادي تالت شرط فيها. لازم عشان تاخد فيزا تقاعد تكون انت بتاخد معاش. يعني في معاش بيجي لك شهريا وتجيب ما يثبت المعاش، والمعاش كام هتقدم ده كله. طيب الشيء اللي بعده، قدر واحد ما عندوش معاش وما كانش موظف وبياخدش معاش وعايز ياخد فيزا تقاعد، يبقى ما قداموش الا حل واحد، يروح يحط في البنك 800,000 بات. مش هقدر اتكلم بالدولار بقى، كل واحد يحسب الدولار. احنا عندنا الدولار عامل 30 بات، الدولار عامل 30 بات. يبقى اقسم 800,000 على 30 يديك كام دولار؟ فهمتوني؟ طيب عندي الكلمتين بسرعة قبل ما نقفل. يبقى فيزا التقاعد لها شروط عشان تقدر تاخدها، وهي الفيزا رقم 5. أول شيء لازم تكون أنت معدي السن القانوني 40 45، كل ده لأ، من ال 50 وأنت طالع. يبقى لازم لها سن معين اللي هم كبار في السن. أدي واحد. الشيء الثاني عشان تاخد الفيزا ديت لازم تكون أنت بتاخد معاش في دولتك. يعني أنت بتاخد إيه؟ معاش. وكل ده هتقدم ما يثبت قانوني وورقه رسميه يعني، وهتصدق عليها السفاره بتاعتك هنا. ايوه عشان تبقى في الصوره يعني. والمعاش بتاعك بدل ما كان بيجي لك بتاخده في الكويت او في السعوديه او في مصر او في اي دوله، هيتحول على فين؟ على تايلاند. وتجيب ما يثبت عشان الاوراق اللي هتجيبها ديت هتتوثق من سفارتك هنا في تايلاند. طيب طيب مفيش واحد مش معاش وبلغ السن القانوني عادي المطلوب، لازم يحط 800,000 في البنك. كام دولار يا استاذ سيد؟ انا بلحق اسئله هتسال فيها علشان خاطر بجاوب عليها، انا بسال وبجاوب نفسي. كام ال 800,000؟ الدولار عندنا عامل 30 بات. يعني تقسم ال 800,000 على 30 يديك كام دولار؟ تقسم 400 على 30 يديك كام دولار؟ كلامي واضح؟ طيب. طب يا استاذ سيد مفيش معاش ومفيش 800,000، مفيش فيزا تقاعد. ده واحد قال لي، ده واحده قالت لي الكلام ده كلام فارغ. قلت وما زلت بقول تايلاند دولة قانون. دولة قانون، هتحترم القانون 100 100. انما هتعمل لي كده وكده وواحد وفتك وانا معلش انا بتكلم بصراحه، وانا هعمل لك وانا هخلص لك، الكلام ده كلام فارغ. مفيش الكلام. طيب يبقى في التقاعد انت عرفتوها، مفيش معاش انت بتاخده ومفيش 800,000 في البنك، مفيش فيزا تقاعد. طيب طب اللي هياخد فيزا التقاعد، الفيزا الوحيده في السته لازم كل 3 شهور تروح اقرب امجريشن في المنطقه اللي انت فيها وتروح تثبت نفسك وتقول انا موجود اهو. الفيزا الوحيده، ما خرجتش من البلد كل 3 شهور، لان هي اسمها ايه؟ فيزا تقاعد. انت جاي تقعد هنا، جاي ايه؟ تقعد هنا. طب انا اقدر مثلا عايز اروح بلدي واجي، برضه بتروح الامجريشن وتبلغهم والله انا ليا اهل هروح ازورهم، فبيعملوا لك حاجه اسمها ستوب فيزا. لكن تمشي مع نفسك كده وتروح تركب الطياره وتقول انا معايا فيزا سنويه، هتيجي ترجع مش هتعرف تخش البلد. طب ما فيش معاش في بلدك ومفيش 800,000، مفيش فيزا تقاعد. طيب وقلت بعيد الكلام اهو، الفيزا الوحيده كل الفيزا بتاخدها سنه، ما بيشوفكش ولا بيجددوا لك تاني الحكومه الا ما السنه تخلص. الا الفيزا الوحيده وفيزا التقاعد لازم كل 3 شهور تروح تثبت نفسك في اقرب امجريشن ليك. دي كانت فيزا التقاعد. باقي فيزا واحده وهي فيزا العلاج. ازاي انك تاخد فيزا علاج في تايلاند سنويه؟ كل الفيز دي سنويه. طب هل يحق لي افتح بيزنس؟ لا. ها فيزا التقاعد، هل يحق لي يا استاذ سيد ان انا افتح بيزنس؟ يعني الناس اللي فاتحه كلها هنا فاتحه عن طريق ازواجها، يعني متجوز تايلانديه فهي بتفتح، لكن قانوني على الورق هو يفتح؟ لا، انت جاي تتقاعد وتاخد معاش بيجي لك. هل يحق لي الشغل؟ لا، كل الفيز لا يحق لك الشغل بيها السته الا فيزا واحده وهي النون بي. تحياتي لكم من بتايا تايلاند، ويا رب يكون الفيديوهات بتاعتي بتفيد الناس والكلام ده كله. و
نسألكم الدعاء، وكل عام وأنتم بخير، وانتظروني في الفيديوهات القادمة. تحياتي لكم، أخوكم في الله سيد سمير مصري، والشورى سيد العمدة، وكل عام وأنتم بخير.